بعد الأداء الضعيف النهارده للنادي الأهلي في ماتش ميدياما والفوز 1-0، يظل مصطفى شوبير هو اللي بارز ومتبروز الماتشين اللي فاتوا، ماتش بلوزداد والنهارده ماتش ميدياما. مصطفى شوبير بيقدم حاجة من الحاجات اللي هي تثبت أقدامه في النادي الأهلي، تديله الثقة وتديله الروح والعزيمة ان هو يكمل على المشوار ده ويكمل على الاداء ده، لان مصطفى كخامة كلنا شفناه ماتش وماتشين، وكانت ماتشات على فترات بعيدة كنا بنشوفه وبنشوف ان هو حارس كويس جدا. بس ان انت تاخد فرصة وما يكونش ليك بديل على الدكة غير حارس اقل منك، فده المسؤولية اللي تحملها مصطفى شوبير، اللي بالحالات بيقول ان مصطفى شوبير نجم داخل لحراسة منتخب مصر وحراسة النادي الأهلي بقوة، بس الاستمرارية، البعد عن الغرور، اللعب برجولة، اللعب بقتال في الملعب، العرضيات لازم تطلع زي ما انت بتطلع فيها متفوق، وتركز شوية كمان في الكرات العرضية، لأن في واحدة واتنين عدوا منك الماتش ده. بنبدأ الحالات مع بعض في الكورة اللي كانت عدت من محمد عبد المنعم وشالها مصطفى شوبير، لو خدنا بالنا المسافة مش مكملة 2 متر، شالها بأعجوبة. كرة هنا فاول اتلعبت في الضيقة، شالها برضو مصطفى. الكرة هنا برضو ضربة ركنية اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو متفوق فيها، طبعا كنا بنشوف الشناوي عنده مشاكل دايما، يطلع مرة وعشرة لأ. الكرة دي اتلعبت بالعرض شالها مصطفى. كرة تانية، الكرة اللي الجناح الشمال عدى فيها من محمد هاني وشاطها، برضه مصطفى مركز ومتمركز كويس. الكرة هنا بتتلعب برضه ثلاثة في الناحية الشمال بيلعبوا الكرة عرضية، الكرة بتعدي الكل بتروح للمهاجم بيحطها بيشيلها مصطفى بأعجوبة بإيديه، يعني حاجة فوق الإعجاز بشوية. مصطفى شوبير مولد حارس جديد، مولد حارس كبير، استمراريته في الاداء ده هتثبت اقدامه، هتصعب الدنيا على محمد الشناوي لما يرجع. اتمنى ان كل ده يكون في مصلحة النادي الاهلي اكيد، واتمنى برضو التوفيق لمصطفى شوبير، لان دي كنا حاجة بالنادي بيها من زمان، ان اللاعب لازم ياخد الفرصة وهو عنده 20 22 و23 سنة و24 سنة. مش لازما اللاعب يخش في ال 28 وفي ال 30 سنة عشان ياخد الفرصة ويظهر ويبان